بين صفحات التاريخ والجغرافيا. تأتي سيناء كأحد أهم الملفات الاستراتيجية للدولة المصرية منذ التحرير وحتى عام 2025. أصبحت سيناء مسرحاً متغيراً ومعقداً من التحديات الأمنية والمنطق العسكري الاستراتيجي. في العقود الماضية تعرضت سيناء لتهديدات تتسم بطابع غير تقليدي، حيث اعتمدت بعض التنظيمات المسلحة على أساليب: 1. حرب العصابات والتمرد منخفض الشدة في محاولة لإرباك الدولة وإحداث عدم استقرار في المنطقة. وهنا كان على القوات المسلحة أن تراجع مفاهيمها الإقليمية والاستراتيجية. مع مرور السنوات نجح الجيش المصري في بناء خطة خداع استراتيجي مدروسة تركزت على عنصرين أساسيين: إعادة انتشار وتواجد تدريجي للقوات عبر سيناء، تحسين تكامل المعلومات والرقابة على الأرض. الفكرة لم تكن مجرد نشر جنود، بل كانت تنفيذ خطة استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى إجبار أي قوة معادية أو فكر إرهابي على الخلاف في التقدير والخطأ الاستراتيجي، بدلاً من مواجهته مباشرة في لحظة واحدة. وهذا ما عرف في العمليات الكبرى باسم الاستراتيجية غير المباشرة، التي تعتمد على السيطرة الذهنية على جغرافيا الصراع. خلال السنوات الماضية حتى 2025 واجه الأمن المصري في سيناء تهديدات متنوعة: نشاطات إرهابية متفرقة، تسلل جماعات صغيرة بأساليب حرب غير تقليدية، محاولة استغلال التضاريس القاسية لصعوبة الحركة. ولأن الجيش المصري درس هذه التهديدات مبكراً، بدأ نظامه في إعادة هندسة ساحة العمليات في سيناء، ولم يعتمد فقط على نشر الجنود، بل على التهيئة المكانية التكتيكية التي تشمل إنشاء أنفاق وخطوط حركة مخفية تسهل تنقل القوات بسرعة بين المناطق، نشر وحدات محاولة لإعادة خلق منطقة نزاع هناك ستكون أمام قوة مستقرة ومجهزة بكل المستويات. هذه الرسالة وصلت للعالم كله، ليس فقط كتهديد، بل كإعلان استراتيجي واضح عن قدرة الدولة على تأمين كامل أراضيها، من الشمال الحدود مع غزة إلى الجنوب باتجاه صحراء سيناء الأكبر. من الناحية الاستراتيجية، الجيش المصري استطاع أن يحدث موازنة قوة سليمة أمام أي سيناريو محتمل، ويشمل ذلك وجود وحدات الدفاع الجوي لملاحقة أي تهديد جوي، وحدات المشاة الآلية لتأمين الطرق، الدبابات الثقيلة للردع في المعارك التقليدية، وحدات الكوماندوز للقوات الخاصة والتدخل السريع، شبكات لوجستية لحركة سريعة وتزويد مباشر. كل هذه القدرات تجعل من سيناء جبهة قوة مصرية متماسكة، قادرة على التعامل مع أي تهديد، سواء كان تحركاً إرهابياً داخلياً، محاولة تدخل من جماعات خارجية، أو أي مخاطر إقليمية أخرى. سيناء اليوم ليست مجرد قطعة من الأرض، بل هي رمز استراتيجي لقدرة القوات المسلحة المصرية في قراءة المشهد منذ سنوات، وفي وضع خطط تحقق التفوق الذهني والتكتيكي قبل حدوث أي هجوم. الرسالة ليست تهديداً، إنها فرض واقع استراتيجي على أي عدو محتمل، بأن مصر ليست في حالة رد فعل. مصر تتحكم في المسرح العسكري في سيناء، وأي محاولة لإثارة النزاع هناك ستجد جيشاً متماسكاً سريع الحركة، مدعوماً بخطط مدروسة وأنظمة متقدمة. سيناء أرض مصرية، وهو قرار لن يتغير، وليس فقط اجتماعاً للقوات، إنما إقراراً عملياً باستراتيجية تمتد عبر السنوات لتصنع تفوقاً استراتيجياً واقعياً لا يمكن تجاهله. منذ عام 2014
لم تكن تحركات الجيش المصري مجرد قرارات لحظية، بل مسارا طويلا من التخطيط والبناء والاستعداد. سنوات اتغير فيها شكل المنطقة، وسقطت فيها دول، وتفككت جيوش، بينما كانت مصر تعيد بناء قوتها بهدوء. ما بين صفقات تسليح وقواعد عسكرية وتدريبات مشتركة وتحديث في العقيدة القتالية، كان الهدف واحد: أن تمتلك مصر جيشا لا يفاجأ، جيش يعرف متى يتحرك وأين يتمركز وكيف يوازن بين القوة والعقل. في إقليم لا يعرف الاستقرار، ليبيا غربا، السودان جنوبا، القرن الإفريقي شرقا، وغزة على حدود مشتعلة، كانت مصر مطالبة أن ترى أبعد من اللحظة، وأن تحافظ على توازن دقيق لا يجرها إلى صدام ولا يتركها بلا ردع. وسيناء لم تكن مجرد ساحة مواجهة، بل كانت اختبارا حقيقيا للصبر والتخطيط. سنوات من العمل الصامت والانتشار المدروس، حتى وصلت الرسالة بوضوح: سيناء مؤمنة، الأرض تحت السيطرة، والجيش حاضر جاهز لأي سيناريو. الجيش المصري لا يبحث عن حرب، لكنه لا يخشاها، لا يتحرك بدافع الاستعراض، بل بدافع حماية وطن. وما بين 2014 و 2025 لم يكن ما رأيناه استعراض قوة، بل بناء دولة وتحصين أرض وصناعة ردع. هذه ليست حكاية سلاح فقط، بل حكاية جيش يعرف قيمة الأرض ويفهم لغة الزمن ويحمل مسؤولية وطن كامل. وفي عالم لا يحترم إلا الأقوياء، يبقى الجيش المصري هو خط مصر الأول والأخير.